غير قولوا لي بعدا كي جاكم هذا المنظر ديال البيتزا. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. توحشتكم بزاف 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 وانا رجعت معكم ان شاء الله. كما شفتوا غندير معكم هاد البيتزا اللي كتجي زوينه زوينه بزاف في الدار وتجيكم مقرمشه بحال كليتوها في البيتزيريا. كما شفتوا كتجي بحال هكايا، موتزاريلا ومطيشه ديك الصغيوره والريحان. هنايا عندي 300 غرام ديال الدقيق، وانتم على حسب 500 ولا الا بغيتو ديروا جوج بيتزات. المهم نتوما العبار ديالكم ديال الدقيق. وعندي الزعتر شويه الملح وراكم عارفين 25 غرام ديال الخميره ديال الخبز، وزيت البلديه ولا زيت العود. الزعتر انا دائما كنديرو في العجينه لداخل، كيجي كيعطي واحد المذاق زوين مع الزيت. و وكاين اللي ما كيديرش الزعتر هذيك الساعه، يقدر حتى من بعد ملي تخمر العجينه وتقادوها وداكشي عاد تقدروا ديروه من الفوق. ولكن الا عجنتو الزعتر مع الدقيق والخميره والملحه راه كتجي واحد المذاق زوين 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 بزاف. وحتى الزيت البلديه حتى هيايا. تقدري من بعد غادي كما غادي تشوفوا الفيديو ان شاء الله. صافي هنايا ان شاء الله وشويه الماء دافي كما بطبيعه الحال باش تجمعوا العجينه. صافي هنايا كما شفتوا درت زيت البلديه. غادي نجمع العجينه ديالي ان شاء الله، وغادي نغطيها كيفاش انا شاده تليفون بيد وحده وكنجمع العجينه بيد وحده. المهم ان شاء الله ملي غادي نجمع العجينه غادي نديرها نخليها تخمر. ديروا هذاك السلوفان تغطيوها مزيان، وعاد ديروا السربيزه من الفوق وتخليوها واحد الساعه ولا ساعه ونص. قد ما كتخليوها كتخمر كتطلع ديك العجينه كتجي يا سلام، كتجي ما شاء الله، كتجي زوينه زوينه بزاف وخفيفه. كما شفتوا درت السلوفان ان شاء الله، وغادي نغطيها بالسربيزه ديالك ولا غطيها بالالومنيوم اللي عندك غطيها. المهم راه كتطلع كتخمر مزيان مزيان. انا درت هاد الكريم بيولي ديالي الطابليه ديال الكوزينه، ويطلع لي هاد البيتزا فيتامية. وهاد القليب ليكم غطيته ما عجبني الديزيني وانا نبقى شاده عليه. قلت شو سبحان الله، البيتزا درتها اليوم كاينه في الطابليه. صافي العجينه ديالي كما شفتوا هي هذه خمرات، وعاودت حيدت من هذاك الهواء ورجعتها، وكما شفتوا كتجي بحال هكا خفيفه ومزيانه. المهم قد ما خليتوها كتخمر كتجي مزيانه. صافي غادي نعجنها غادي نعجنها غنقرصها في اللاطه ديالي كما شفتوا. كما قلت لكم راه التليفون في يد وخدامه بيد. هنايا صافي سرحت العجينه، شفتوا كيفاش كيجي الزعتر في العجينه ومع الزيت البلديه وزيت العود كيبان زوين بزاف بزاف. صافي هنايا كما شفتوا راه عندي موتزاريلا. هاد الموتزاريلا راه زوينه بزاف، ولات كتشريها صافي موجوده، ماشي بحال تشريها وتقطعيها. هنايا عندي هاد مطيشه صغيره كما شفتوا قطعتها طريفات، وعندي الحبق ولا الريحان وموتزاريلا مقطع. هذه زوينه زوينه، غير جربوها الناس اللي كاينين هنا في ايطاليا، راه كتاخدوها من اوروسبين راها حتى المذاق ديالها زوين. وكاين اللي كيشري هذيك سميتو فيه مكتوبه فيها بيتزا وتقطعيها طريفات على حساب. صافي هنايا كما شفتوا درت مطيشه صغيره ولا لو سيغيز. والحبق ديالنا كتجي المنظر ديال البيتزا زوينه، تبغي تبقاي عاد تشوي فيها. صافي الا بغيتو تزيدوا غير شويه زيت البلديه من الفوق، انا تاني زدت شويه. واخا راني تخوات ليا القرعه تخوى واحد الجهه كلها عمرات. صافي كنشعل الفران على 200 درجه الحراره وكتخليوها 15 ولا 20 دقيقه. وصافي البيتزا ديالكم راه كتكون موجوده وكتجي زوينه وخفيفه وظريفه. صافي حيت بموتزاريلا ومطيشه والحبق راه واحد الرائحه ما شاء الله. صافي بعد ما سخن الفران درتها في الداخل كما شفتوا.
صافي كتخليوها كما قلت لكم 15 ولا 20 دقيقه ومن بعد شو ملي كتذوب هذيك الموتزاريلا كتجي واعره وزوينه كما شفتوا. وبالصحه والراحه هي طابت وغادي نخرجها ان شاء الله ونقطعها وهنا معاكم. بعد ما بيتزا طابت وقطعتها بالصحة والراحة، وان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو. وما تنسونيش بواحد اللايك والاشتراك، الناس اللي ما مشتركينش مرحبا والف مرحبا. وما تنسوش راك تشوفوا الفيديو ولكن ما كديروش ديك اللايك باش يوصل الناس اللي باغيين يشوفوا الفيديو ديالي. شكرا لكم بزاف بزاف وراني كنبغيكم.